عليكم. اليوم راح نجرب معاكم اللحم المستورد، نعطيكم رأيي فيه. راح ندير وصفة ديما نشوفوها في لي ريزو سوسيو تشهينا بزاف تاع البكبكة الليبية. بسم الله نبداو. اول حاجة عندي البصلة، نجيبها نقطعها بهذه الطريقة مربعات صغار ونحطها تتقلى، نديرلها غير شوية زيت، نخليوها تتقلى شوية على نار هادية غير قيس ما تتبال، لانه راح تكمل الطيب مع اللحم بعدا. لهنا جبت هذه الهبرة، هذه كامل شريتها غير ب30 ألف نص رطل. قطعتها هكا كاريات كبار، ونحيت منها هاد الحوايج البويض باش ما يعيونيش بزاف في الطياب. كي تقلات البصلة تاعي زدت عليها اللحم، شوية تاع ثوم، خليتهم تقلاو بيان. بعدا حطيت لي زيبيس، درت كزبر، ملح، ملعقة كبيرة تاع طماطم مصبرة وفلفل عكري. مرقتها وحطيتها طابت، من با ساعة من زمان كان اللحم تاعي طايب. حطيت عليها فلفلة حارة وزدت لها الماء وحطيت المقرون تاعي. انا لهنا خيرت هذا الشكل لانه هو اللي مرة نشوفه، نتوما تقدروا ديروا واش حبيتوا. حطيتها حتى طابت المقرون تاعي وذبت معها الفليفلة، بعدها حطيتها ركحت شوية وقدمتها. هكا الوصفة تاعنا راهي واجدة. اما بالنسبة للحم صراحة انا كنت متخوفة منه في الاول، ولكن طاب زبدة ما شاء الله، ودرته في قدرة عادي ما كانش يحتاج لا كوكوط، ومام البنة ما خلاش. بصحتكم، سلام.